ملحوظة سريعة على الواجهة اللي انت شايفها قدامك دي. ايه رأيك في الواجهة دي؟ شكلها حلو صح؟ يعني الوانها حلوة وبيج وتمام. حلو. الواجهة دي موجودة في التجمع الخامس. اوكي طب ايه مشكلة الواجهة دي؟ مبدئيا كده انت عندك ده اتجاه الشرق، وده بالتالي اتجاه الغرب، فبالتالي دي الواجهة الجنوبية بتاعتك، الواجهة الجانبية الجنوبية، واتجاه الشمس جاي كده. ماشي، مفيش أي مشكلة. أولا أنت عندك كده أشعة شمس جاية من الغرب. هتقولي في مبنى هنا قائم أهو فهيمنع شوية. ماشي، بس ستيل الشمس جاية ومعدية ومفيش فيه أي مشكلة. فهل ده يديني مبرر أو يسمح لي إن أعمل فتحات في الحيطة بتاعت البلكونة هنا كده كده؟ هل ده ينفع؟ بالتالي ده مش هينفع. المفروض بقدر الامكان اقلل الفتحات في الواجهه الغربيه اللي جايه لي منها الشمس دي. انا عاوز امنع الشمس انها تدخل، مش هزود فتحات عشان المنظر الجمالي، لا ما ينفعش. حاجه تانية بالنسبه للواجهه الجنوبيه، لو خدنا كده سايد اليفيشن وخدنا ده الشباك وده الشباك، هتلاقي الشمس ساقطه كده ساقطه كده ساقطه كده زي ما هي ايه، مواجهه كده للواجهه بتاعتك الجانبيه دي، وده الاتجاه القبلي احنا قلنا. طب انا عاوز احل المشكله دي، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه كان ممكن تعمل حاجه اسمها كاسره شمسيه افقيه، تعمل تشد هنا كده وشد هنا كده، فبالتالي الشمس لما تيجي تخبط داخل على الشباك بتاعك، لا هي مش هتخبط في الشباك، هي هتخبط في الشده اللي انت عملتها دي وتنعكس تاني، تخبط هنا وتنعكس تاني. طبعا طولها بيتحدد على حسب زاويه سقوط الشمس والكلام ده كله، ولكن انا بتكلم في الفكره عامه. انت مجرد بس ما خدت الشيد كده فوق الشباك، فانت منعت ان الشمس انها تدخل جوه الفراغ عندك، او اخرت دخول الشمس جوه الفراغ عندك، فبالتالي انت ما رفعتش درجة حرارة الفراغ عندك بشكل كبير ولا بشكل سريع، فبالتالي انت وفرت في فاتورة التكييف، في فاتورة الكهرباء. الموضوع شايف مسمع في بعضه ازاي؟ تعالى اوريك سيكشن تاني هيوضح لك الموضوع بشكل اكبر. اهو يا سيدي ده السيكشن التاني. زي ما انت شايف كده الصورة اللي فوق صورة خاطئة. ليه؟ عندك اتجاه الشمس داخلة على طول على الشباك بتاعك، هتولع الدنيا جوه. لو جيت بصيت تحت بقى تلاقيه عمل الشد اللي احنا بنتكلم عليها، او الكاسلة الشمسية الافقية اللي احنا بنتكلم عليها، فبالتالي وزعت او شتتت الشمس، سقوط الشمس بتاعتك او اشعة الشمس اللي هي تسقط على الفراغ بتاعك، فبالتالي الشمس تيجي هنا تيجي هنا تنعكس تنعكس تنعكس. بجانب ده عمل لك ظل كمان، ده رمى لك ظل، يعني الجزء بتاع الشباك الشد اللي انت عامله ده رمى ظل هنا كمان. فبالتالي انت كده حجبت دخول الشمس عندك جوه الفراغ، فبالتالي هيبقى الفراغ ألطف حراريا من الفراغ اللي فوق. فدي الملاحظة بتاعت النهاردة بمنتهى البساطة. اشوفكم على خير. السلام عليكم. متنساش دايما تفكر بره النيش.